السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم، يسعد مساءكم وين ما كنتوا. هاي اليوم روتينات الجديدة راح نبلش فيها روتينات رمضان إن شاء الله، وقناتي جديدة وبتمنى دعمكم، وبنبتدي فيها بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيدوا الصلاة على النبي. فأنا مثل كل ست بيت بتقوم على بيتها وعلى ترتيبها وعلى أولادها وعلى الشغل اليومي الروتيني اليومي اللي ما بيخلص. فقت غرفة القعدة قاعدة مثل ما شايفين. طلعت هيك بدنا نقوم كلياتنا أمهات وبنعرف الوضع كله. اللهم صل على سيدنا محمد. متبلش بالغرفة، أول شي اشتغلت فيها، رتبناها ومسحنا غبرتها وكله بدنا نشتغله. طبعا هذا الروتين الصباحي، شغل الصباحي ما غني عنه لكل سيدة. الحمد لله رب العالمين كلياتنا. الله إلهي يا ربي هيك يقوينا ويقوينا ويصبرنا ويعطينا الصحة والقوة لنقوم هيك قدام أولادنا ونربيهم ونعلمهم. الحمد لله. هاي بلشت برتب الغرفة. طبعا أولادي ما بيتركوا لا غرفة قعدة ولا غرفة نوم ولا شي. الكل هاي في عندي بخاخة بتطلع ريحة. بعد ما برتب الغرفة ببخ الغرفة، بتطلع ريحتها كتير كتير طيبة، يعني مثل أدوية الغسيل هيك، الروائح الطيبة المنعشة بالغرفة. يعني بتفوتوا على الغرفة بتحسوا انه يعني كأني كل أغراض الغرفة مغسولة ونظيفة، والحمد لله نظيفة. الحمد لله. هاي الغرفة مثل ما شايفين. هاي هيك أول رمضان جبنا هدول شو بيقولوا لهم المدات اللي على الديوانات، على الصوفايات، حطيناهم. وهاي المجمر ما بعرف أنا مبينة. دخلت على غرفة أولادي. طبعا هاي غرفة عندي الصبيين، اخوتي قايمة قاعدين، الفرشات كله كل يوميا هذا الروتين. بلشنا شغل فيه وبلش الترتيب. اللهم صل على سيدنا محمد. أولادي ابني الكبير بيقعد على الكمبيوتر من دراسة، من لعب على البلاي ستيشن على طول، السماعات على الهي كله. هاي رتبناها الحمد لله كلها. وكمان هيك طبعا بياخد وقت، مو انه على مثل ما بيتصور تزبط هيك بثانية تقلب الغرفة كلها. هاي كمان عم بخلن هي من هذا الرائحة. جربوا وجيبوا منه شو اسمه، نسيت اسمه، بس راح اقلكن على اسمه. ريحته كتير 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 زاكي، كتير كويسة. هاي غرفة البنات عندي. طبعا بنتي هي سوريانة ما شاء الله عليها، الله يحمي ولادكن يا رب. وعندي بنتي الصغير لارين كمان، ما شاء الله. هي حبت تساعدني، قال وقت شافتني عم برتب قال يا ماما انا راح اجيب اكنس غرفتي. الله يحميهم يا رب ويبعث لهم ايام حلوة وهيك احلى من هالايام اللي عم يشوفوها هالولاد. الله الهي يا رب يحميهم ويقويهم على جلادة هالدنيا وعلى صعوبات هالدنيا يا رب. عبت ايش الارض قال عم تعمل يا ماما انا بدي اعملها. قلنا لا اوكي اعمليها مثل ما شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. بقلها على هو ترتبيلي يا بنتي هيك، بس تشوفني قايمة أنا عم بشتغل بتصير تشجع، ماما أنا بشتغل هاي، ماما أنا بشتغل هاي. طب روحي لمي لحالك يا ماما، روحي اعملي غرفتك. ما بتطنش، ما بترد. بس تشوفني قمت صرت أرتب وأعمل وأحوس بتصير بين إجري وبتصير عندها الشطارة والكل. ما بعرف إذا بناتكم كمان هيك. هيك ترتبت مثل ما شايفين. يعني رتبنا لها هي ونظفناها، مسحنا غبرتها ورتبنا. وطبعا الخزن
ما بننسى هيدي، ما بدنا نقول يوميًا، بس يعني كل يومين والتالت بدها ترتيب خزن. هي هلّأ رتّبناها. هلّأ يمكن بدكم تقولوا ليش الشراشف أو الأغطية تبعون التخوت كل واحد شكل، معلش اعذروني، بما إنه هلّأ غرفتها جديدة لسّه ما فرشتلها هي فرش كامل، يعني متل الأبايض متل هيك شغلات ناقصها إسا شغلات كتيرة الغرفة. أي والله متل ما شايفين عم نصورها، بعدنا الصورة طلعت طويلة الغرفة. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين؟ أوه هيدي غرفة النوم قايمة قاعدة. اللهم صل على سيدنا محمد. هلأ هون لقيت الفيديو. هاي غرفة النوم رتبناها، مسحنا غبرتها طبعا ورتبناها، وهي طلعت الغرفة. إن شاء الله تكون عجبتكم ترتيباتي وعجبكم شغلي، ما بقى بعرف بحكي. ايه هون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد هذا شغل الأمهات كلياتنا، ما بس إنه مثلا أنا عم بشتغل، بس حبيت شارككم هيك آه روتيني بالبيت. هيدي المطبخ كمان، يعني ما فرجيتكم قبل المطبخ، أغراض السحور والفناجين القهوة هالقصص بتعرفوا إشو كمان رتبنا المطبخ عملنا. ايه والحمد لله رب العالمين، وبتمنى يعجبكم، وبتمنى تدعموني وتحطوا لايك، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلتقى عن جديد بفيديو جديد. السلام عليكم.